السلام عليكم متابعي ومحبي القصص البوليسية، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. أولا وقبل كل شيء، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظكم ويحفظ أبناءنا وأبناءكم من كل سوء وشر. مستمعينا الكرام، واحد العائلة كتكون من 5 أفراد: الأم والأب وجوج بنات وولد. كانوا كيسكنوا بمدينة سطات. الأب كان خدام جزار، الولاد ديالو كانوا ما كبارش بزاف وكانوا مازال كيقراو. البنت الكبيرة كان سميتها مينا وعندها 20 سنة، واختها اللي صغر منها كان الاسم ديالها مريم وكان عندها 16 عام، وخوهم الأصغر كان وليد الاسم ديالو يحيى وعنده 9 سنين. الحياة ديالهم كانت حياة طبيعية، وكانوا ساكنين بواحد الحي عشوائي بمدينة سطات. جا واحد نهار، جا واحد السيد شاب كان مازال صغير، الاسم ديالو يوسف وكان عنده 27 سنة، كان كيشتغل في الصباغة. غادي يكري واحد السفلية قريب ليهم بنفس الحي. هاد يوسف واحد نهار غادي يشوف بنت الجزار مينا، غادي يشوفها السيد، غادي تعجبو البنت وغادي ينوي بها الزواج. غادي يعاود يتلاقى بها مباشرة من بعد، وغادي يحاول انه يوقفها ويتكلم معها. البنت طبيعة الحال رفضات، وهاد يوسف باش يقدر انه يعرف الشادة والفادة على مينا كيف ما كنقولوا، غادي يسول عليها في الحي باش انه يشوف واش تصلح فعلا يتزوج بها، وغادي يتبعها. ولما عرف ان البنت درويشه داخله سوق راسها وعرف باللي هي ديال الزواج، غادي يقرر انه يمشي يخطبها من والديها. ولكن قبل غادي يمشي عند واحد السيد من الحي، عنده واحد المحل ديال تبقالت، محل للمواد الغذائيه. هاد السيد كان صديق ديال الجزار اب مينا. غادي يمشي عنده يوسف وغادي يقول ليه بلي انا عارف فلان هو الصديق ديالك وكنشوفو ديما واقف معاك هنا في المحل، الا جات على خاطرك بغيتك تهضر ليا معاه بخصوص بنتو مينا. ديك البنت عجباتني وانا بغيتها الزواج، فإلا كان ممكن تتكلم معاه وتقول ليه بلي انا باغي نمشي لعندهم للدار باش نخطب من عنده بنتو للزواج. فإلا قبل راه من غدا نتصل بوالديا يجيو لعندي ونمشيو نخطبوها. مول هاد المحل ديال المواد الغذائيه غادي يقول لي الله ودي مرحبا، هادشي فيه غير الاجر. فعلا السيد مول المحل ديال المواد الغذائيه غادي يتكلم مع الجزار وغادي يقول لي بلي راه واحد الولد جا لعندي وقال لي بلي هو ناوي يخطب من عندك بنتك مينا لانه ناويها للزواج، وإلا قبلتي غادي يجيب الوالدين ديالو باش يمشيو لعندك للدار ويخطبوها. وقال ليه باللي راه الولد كيبان لي الله يعمرها دار وداخل سوق راسو وما ناوي غير الخير. الجزار غادي يوافق وغادي يقول ليه مرحبا، غير علمني امتى غادي نجيو عندي وما يكون غير الخير. داكشي اللي كان. لما يوسف عرف ان الجزار ما عنده حتى شي مشكل، الولد غادي يعلم والديه باش انهم يجيو لعنده ويمشيو يخطبوا ليه البنت. والديه كانوا ديك الساعه مستقرين بمدينه خريبكه. غادي نمشيو لعندو لمدينة سطات وغادي نتقداو بعض الحاجيات، وفعلا غادي نمشيو يخطبوا مينا لولدهم يوسف. الجزار حتى هو غادي يضايفهم من عام سيدي وما خلا ما حط لهم، وفعلا تمت الخطوبة. البنت حتى هي كانت فرحانة بهذا الزواج، وما تبقى غير يحدوا اليوم اللي غادي يديروا فيه العقد والعرس ويوليو متزوجين رسميا. يوسف مشى وجد راسو ماديا باش انه غادي يتزوج بالسيده ويدير العرس ديالو. ولما داز واحد المده كيجي كيبغي يتفاهم مع الجزار على اليوم اللي غادي يديروا فيه العقد، وطبيعه الحال اليوم اللي غيديروا فيه العرس. الجزار كيقول ليه مالك ولدي، واش انت زربان؟ صبر شويه بما قديت شي امور وديك الساعه راه ما يكون غير الخير. وهذا الامر هذا وقع مرارا وتكرارا لدرجة أن يوسف غادي يمشي لعند السيد مول المحل ديال المواد الغذائية وغادي يقول لي الله يجازيك بخير لما دوي ليا مع صاحبك باش نديرو داك العقد وندي المرأة ديالي للدار.
اما تا العرس بغى نعاونو فيه، راه نعاونو فيه، بغى يديرو بوحدو وقت ما دارو، حتى لما بغاش يديرو راه ماشي مشكل. المهم كيف ما كتعرف انا راه ساكن غير بوحدي وباغي مراتي تمشي تسكن معايا، وانا فين ما كنمشي لعندو كنقول ليه باش نديرو العقد والعرس كيقول لي صبر. مول هاد المحل ديال المواد الغذائيه غادي يمشي عند الجزار وغادي يدوي معاه وغادي يقول لي بلي راه السيد باغي يدير العقد وباغي يدير العرس باش انه يدي مراتو معاه، ولكن الجزار غادي يقول لي نفس الهضره، تمالو هو الزربان دابا نزوجهم ان شاء الله ونديروا لهم العرس، خصو غير يصبر. ولكن المشكل اللي وقع هنا انه ملي داك الزواج ديالهم تعطل، فيوسف ولا كيطلب من البنت تمشي لعندو بالتخبي على والديها فين هو كاري، وبطبيعه الحال ولاو مره كيتلاقاو كيخرجوا كيدوروا، مره كتمشي لعندو الدار فين كاري، وهذا هو المشكل الكبير لانها ولات كتخرج بغفله من والديها وكتمشي لعندو، وطبعا غادي يوقع اللي وقع بيناتهم. بقاو على هذا الحال حتى جا واحد النهار غادي نحصلوها والديها وهي غادا داخله عنده للدار، غادي يشدها الاب ديالها، غادي يضربها، غادي يسبها، غادي يديها يسد عليها في الدار، غادي يمشي عند داك السيد يوسف غادي يعيرو حتى هو وقال لي هذه ماشي فعال ديال الرجال، انت ما صدقتيش كنت كنسحبك راجل. الولد قال لي انا راه باغي نتزوج بها وقلت لك كنت كاتم معاها شحال من مره وانت اللي راسك قاصح وبقيتي كتجرجر فينا. وكيقول لي حتى دابا ما كاينش مشكل، انا مازال باغيها وموجود باش نمشيو نديرو العقد بيناتنا. ولكن باها عيرو وقال لي ما بقى لا زواج لا والو. يوسف حاول انه يسايس معاه وقال لي نعل الشيطان، وجاب مول داك الحانوت دخلوا في الموضوع باش يصلح بيناتهم، ولكن داك الاب كان راسو قاصح وقال لي لا. شدوا البنت سدوا عليها وما بقاوش كيخليوها تخرج. يوسف كثر عليه صداع ومعيا مع الاب ديالها، ولكن والو، وما دازش بزاف ديال الوقت حتى هو هز حوايجو وزاد بحالو من داك الحي. اب مينا قال بلي صافي الموضوع سالو طويناه، ولكن اللي ما فخباروش هو داكشي اللي وقع ما بين بنته والخطيب ديالها، لانه لما حصلوها غير هي لما كانت غادا داخله لعندو، وما فخبارهمش باللي هي سبق ليها دخلات عنده مره وجوج وثلاثه. وحتى هي ملي سولوها واش فايته دخلات لعندو بسبب الخوف، البنت نكرات وقالت لهم راه فايت غير تلاقينا مره واحده على برا، ودابا راه كنت غادا غير باش نسول فيه، هادشي اللي كاين. دازت شهرين على هاد القضيه، البنت غادي تبدا كتبان عليها اثار الحمل، فملي داوها لعند طبيب لقاوها باللي حامله. رجعوا البنت ضربوها وسدوا عليها مره اخرى، والغريب في الامر انهم ما مشاوش كيقلبوا على السيد اللي كان خاطبها، فكروا فقط غير يستروا الشوهه ديالهم ويسدوا عليها، وباش الناس ما يعرفوش بهذا الشيء فولاو مخبيين ديك البنت. السيد اللي كان خاطبها ما في خبار والو، وهما سادين عليها حتى دازت ديك 9 شهور ديال الحمل. ملي وصل وقت الولاده ما بغاوش يدوها للسبيطار، جابوا غير واحد القابله باش تولد ديك البنت اللي كان شادها الوجع. البنت ولدات مع 3 ديال الليل تقريبا، وولدات وليد. يعني شوف الوالدين ديالها كيفاش كانوا كيفكروا باش انهم يستروا الشوهه ديالهم، ما مشوش قلبوا على الخطيب ديالها فاش لما ساقوا الاخبار الحمل ديالها، وباش يزيدوا يستروا ديك الشوهه ديالهم ما غاديينش يدوها للسبيطار وغاديين يجيبوا غير قابله تولدها في الدار، وما فكروش باللي البنت تقدر انها تموت ليهم في يديهم لانها كانت الولاده الاولى عندها. على اي البنت ولدات وليد، القابله داها الاب ديال البنت لدارها ورجع عند مراته. اشنو غاديين يديروا؟ خلاو بنتهم حتى نعسات. البنت بطبيعه الحال مع داك العذاب فنعسات، يعني غرقات في النوم ديالها. ناضوا هما هزوا داك الوليد وغاديين يخنقوه وداروه في واحد الصاك وداوه ورموه في واحد الزباله حاشاكم. رجعوا بحالهم للدار. اشنو غاديين يديروا؟ ملي غادي تنوض ديك البنت غادي تفيق غادي تسول على ولدها، قالوا ليها الوليد مات. البنت كتقول لهم مات؟ فين هو؟ خاصني نشوفه. ميت؟ مات نشوفه ميت. قالوا ليها داه باك دفنو. البنت عرفاتهم باللي داروا في الولد شي حاجه، ولكن رغم ذلك البنت سكتات لانها كتقول
خافت على راسها حتى هي. وفي ذاك النهار اللي كان يوم الخميس وبالضبط في سنة 2013 غادي تلقى داك الوليد من طرف دراري صغار. غادي يشاع الخبر في داك الحي باللي راه شي وليدات لقاو واحد وليد صغير ميت بوسط من واحد الصاك اللي كان مرمي في الزبالة حاشاكم. الناس غادي يعلموا الدرك اللي غادي ينتقلوا لعلى المكان. الدرك غادي يشوفوا الوليد، غادي يعرفوا ان الوليد يلاه مزيود. سولوا دوك الوليدات اللي كيقولوا الجندارم ها فين لقيناه وها كيفاش حتى لقيناه. سولوا الناس تماك وسولوا على داك الصاك. سولوهم واش شي حد شاف شي واحد جاب داك الصاك ولاحو بداك المكان، واش كاين فيهم شي حد عارف داك الصاك ديال من. الساكنه ديال هاد الحي كيقولوا ودي حنا ما عرفناش ديال من داك الصاك وما شفناش شكون اللي رمى داك الوليد في الزباله حاشاكم. على اين المهم ان العناصر التقنيه والعلميه تكلفات برفع البصمات على داك الصاك. الدرك الملكي كانوا مكلفين بالبحث والتحري. العناصر التقنيه والعلميه تكلفات برفع البصمات وجمع الادله الجنائيه، ربما يكون شعر من ديك الام ديال هاد الوليد ولا شي دليل يقود لهاد الام هادي. من بعد غادي تنقل داك الوليد لمستودع الاموات. داك الصاك احتفظوا به الجندارم واستمر البحث 3 ايام دون جدوى. ولكن من بعد هاد 3 ايام غادي يتوصلوا الجندارم لواحد الشاهد اللي كيقول في التصريحات ديالو باللي نهار الخميس قرابه اذان الفجر شاف واحد السيده اللي معروف انها قابله خارجه من الدار ديال الجزار وكان معاه حتى الجزار، وكيقول لهم باللي ملي تلقى داك الوليد في الزباله حاشاكم هاد السيد هذا شك. سولوه الجندارم ملي شكيتي علاش ما علمتيش؟ قال لهم خفت لا نظلموا ويكونوا هما ما عندهم شي علاقه بالوليد. ولكن ملي سول وتاكد باللي بنت الجزار مده هادي وهي غابره وما كتبانش، ومع المشكل اللي كان وقع عندهم مع الخطيب ديالها شحال هذا، هادشي خلاه يتاكد ومشى يخبر الجندارم. طبعا الجندارم غادي يمشيو ليهم للدار. كيلقاو فعلا ديك البنت مسدود عليها وكان واضح انها عاد ولدات. اعتقلوهم الجندارم ودوهم المركز من اجل البحث. البنت حكات لهم جميع التفاصيل وقالت لهم فعلا ولدت وليد، ولكن والديا كانوا قالوا لي باللي الولد مات ودفنوه. والديها حتى هما كيقولوا باللي الوليد مات. الجندارم كيقولوا لهم مات غادي نتلوحوه في الزبل ما يمكنش. وهما كيقولوا باللي كان الحال قريب يصبح وحنا خفنا نمشوها. هذا كان الكلام اللي كيقولوا هما الجندارم. ولكن تقرير الطب الشرعي قال باللي داك الوليد تقتل بواسطه الخنق، يعني الولد ما ماتش موته طبيعيه. علموهم الجندارم بهذا الامر هذا وتعلمات البنت حتى هي بهذا الامر. بطبيعه الحال صدمها الخبر واتهمات الاب ديالها والام ديالها بالقتل ديال داك الوليد لانه ما كانش معاهم شي حد من غيرهم هما. جدارميه ضغطوا على الاب والام واعترفوا بجميع وقائع هاد الجريمه. وبطبيعه الحال الجندارم وصلوا لحتى السيد اللي كان سبب في الحمل واللي هو يوسف. ملي بحثوا معاه كيقول لهم انا ما كانش في خباري باللي البنت كانت حامله، ولكن كان معترف باللي كان على علاقه بديك البنت. وطبعا كيتقدم كل من الاب والام المحكمه بتهمه القتل العمد وكيتم الحكم عليهم ب 25 سنه سجنا نافذا. اما بالنسبه للبنت مينا والخطيب ديالها او اللي كان الخطيب ديالها يوسف فحتى هما كيتقدموا المحكمه بتهمه الزنا والفساد وكيتم الحكم عليهم ب2 سجنا لكل واحد فيهم. مستمعينا الكرام، كيف ما لاحظتوا في قضيه اليوم فراه كاين الكثير من القضايا مشابهه لقضيه اليوم تماما. يعني راه خصوصا في الاونه الاخيره ولينا كنشوفوا في الكثير من الاحيان ناس كيلقاو طريبيات مرميين في الشارع او في الزبل. طريبيات كاين اللي كيكون فيهم مازال على قيد الحياه وكاين اللي كيكونوا متوفين. وعلاش هادشي؟ بسبب واحد الانسان بالغ، واحد الانسان بالعقل ديالو كيمشي برجليه للزنا والفساد لما كينتج الحمل باش يستر الشبهه ديالو. فالضحيه كيكون هو ديك الطريبيه، يا وليد يا بنيه. وكيف ما لاحظتوا في قضيه اليوم فالوالدين اللي كان خاصهم يصلحوا داك الخطا اللي ارتكبوا الولاد، يعني اللي ارتكبت مينا ويوسف، الوالدين غير ما زادوا كفسوها،
ما فهمتش انا هذوك الوالدين كيفاش كانوا كيفكروا. عوض ما يصلحوا الامور فهما غير زادوا كفسوا الامور، وفي الاخير صدقوا خارجين على انفسهم وحتى على ديك البنت وداك الولد. على ان مستمعينا الكرام، كانت هذه هي النهايه ديال هذه الحلقه، ونتلاقاو في حلقه جديده ان شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا، احبكم في الله، والى لقاء اخر.